صلي على النبي يا قلب امك وتعالي اقولك على عصير رمضاني لا يخلو منه اي سفرة في رمضان، تحفة وبطريقة سهلة جدا ومش مكلفة. اول حاجة هنحط معانا مية سخنة. تاني حاجة معانا طبعا نجم رمضان وكل عصاير رمضان هو قمر الدين. انا بقطعه كده مربعات كده علشان ناخد منه يبقى جاهز على طول معانا في الاستخدام. هنحط الكمية اللي تعجبنا. انا هحط نص لفة. حطينا نص لفة قمر الدين على المية السخنة. طبعا لفة الأحلام بتاعت قمر الدين دي بتدوب على طول في المية السخنة، مش بتحتاج تترفع على النار. هنحط بقى 4 معالق سكر. حطينا السكر، عايزة تحطي أكتر من 4 معالق على لتر المية مفيش أي مشكلة، حطي السكر حسب الرغبة. بعد كده هنحط البلح. طبعا البلح انا بجيبه قبل رمضان بجهزه بالشكل ده، بقطعه كل واحدة 2. البلح اللي هو بتاع البل اللي هو بيبقى ناشف شوية ده، بقطع كل واحدة 2 وبشيل النوى وبيبقى جاهز على طول على الحط في العصير. بعد كده هنحط المشمش. بعد كده نحط الزبيب. نقلب بقى كله في بعض. وعايزة تزودي اي فواكه مجففة، عايزة تزودي اي نوع مكسرات، مفيش اي مشكلة، مش هيقولك لا. نقلب كويس ونسيبه بقى منقوح كده حوالي 3 ساعات. وبعد لما يتنقع هنقلبه تقليبة كويسة كمان ونفضي بقى في الكوبايات. وبهدي القرآن من طلعة هلالك غمرنا دلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن.